تفتكر الإحساس إنك تتضرب بالنار ده بيكون عامل إزاي؟ إحنا كلنا شفنا في أفلام ومسلسلات ناس كتير بتتضرب بالنار، بس هل فعلا ده بيمثل اللي بيحصل في الحقيقة؟ سنة 2017 أكثر من 40 ألف شخص ماتوا في أمريكا بسبب طلق ناري، وده رقم ضخم جدا. بس رغم كده ناس كتير برضه نجت بعد ما اتصابت، ولما بييجوا يحكوا عن تجربتهم في حاجات متكررة بتحصل مع أغلبهم. بس طبعا كل واحد غير التاني، في ناس جسمها بيتحمل الألم وناس لأ، وإحساس الإصابة بيتحدد على حسب مكان الرصاصة وحجمها وشخصية المصاب نفسه. ناس كتير من اللي اتصابوا قالوا إنهم فكروا في لحظة دخول الرصاصة، لكن المدهش إن أغلبهم ما حسش بألم في الأول، رغم إن الطبيعي إنك تحس بألم فظيع لما قطعة معدنية سخنة تخترق جلدك وعضلاتك وأعصابك. لكن الغريب إنك ما بتحسش بده أصلا. الناس اللي انضربت ما بتحسش أو بتلاحظ إنها انضربت غير لما تشوف الدم. واحدة بتحكي إن الإحساس كان كأن حد حدف عليها طوبة صغيرة خبطتها في جنبها، وحست صدمة بسيطة لكن ما كانش فيه أي ألم في البداية. في اللحظات الأولى الجسم بيكون لسه مش مستوعب، وأول ما المخ يدرك إن الجسم اتصاب وبإن ده خطر على الحياة بيحولك لوضع النجاة. ساعتها الجسم بيضخ أدرينالين في الدم علشان يزود الضغط ودقات القلب ويفتح الرئة على الآخر ويطلع طاقة فوق العادي، ودي هي طريقة الجسم عشان يكمل حتى لو هو في خطر مميت. بس طبعا الحالة دي ما بتستمرش كتير، الجسم ليه طاقة محدودة. واحد من العوامل اللي بتأثر على شدة الألم هو حجم الرصاصة. الرصاص الكبير بيعمل إصابة أوسع وألم أكبر، بس حتى الرصاص الصغير ممكن يوجع، إلا إن الجسم في مواقف الخطر بيعمل حاجات عجيبة. يعني مثلا رصاصة 9 ملي لو دخلت الجسم من غير ما تتفتت هتسبب ألم أقل من رصاصة كبيرة بتنفجر جوه الجسم وتتحول لشظايا. الرصاص اللي بيتفتت جوه الجسم بيقطع في العضلات والأنسجة اللي حواليه، وده بيزود الإحساس بالألم والضرر، وكل ما الضرر ينتشر كل ما الإشارات اللي رايحة للمخ بتزيد، فالإصابة بتبقى أكبر والألم بيكون أصعب. وأول ما الصدمة الأولانية تروح والجسم يبدأ يتعامل، ناس كتير بتحس بالحرقان. إحساس الحرقان ده وصفه مشترك بين ناس كتير من اللي اتصابت، فيه اللي بيقول إنها زي لسعة نحلة قوية جدا بس مستمر، كأن في إبرة بتغرس فيك ومش بتتسحب ومستمرة في دخولها لجسمك. الموضوع بيبدأ غالبا بنفس الطريقة، أول ما الرصاصة تدخل الجلد بيكون في إحساس بسيط بخبطة أو ما بيكونش في إحساس أصلا، لكن بعدها بفترة بيبدأ إحساس الحرقان. ناس كتير في الأول بتحس بتنميل كأن جسمها بيتخدر. الرصاصة بتدخل الجسم تحس بضغط بسيط بس مفيش ألم، وبعدها التنميل بيبدأ ينتشر في مكان الإصابة. ناس تانية بتقول كأن حديدة مولعة بتغرس فيك، وناس تانية شبهته بواحد بيضغط صباعه على فقاقيع جلد مفتوحة، أو كأن في إبر كتير بتغرس فيك وكل واحدة بتكمل أعمق وأعمق. المتفق عليه عند الكل إن الإحساس ده بيجي لما المخ يدرك إن الجسم دخل فيه رصاصة. طبعا كل جسم غير التاني ورد الفعل بيختلف. الجنود اللي اتصابوا مثلا قالوا ان تجربتهم مختلفة تماما عن الناس العاديين. اغلبهم قال ان في الاول ما كانش فيه وجع، بس ده ما استمرش كتير. الاصابة انتقلت بسرعة من ضغط خفيف لألم مش طبيعي، وده غالبا لانهم اتصابوا برصاص اكبر من بنادق حربية. الأسلحة اللي في الحرب بتكون غير اللي بينضرب بيها المدنيين. جندي من اللي اتصابوا قال إن الصدمة راحت بعد ثواني وبعدها الألم بدأ فورا، ووصفه كأنه بينضرب بشاكوش على بطنه مرة ورا التانية لدرجة إنه فقد السيطرة على جسمه. بس رغم كده قال إن حس بحرارة دافية بتنتشر في جسمه وبعدها أغمى عليه. وفي المقابل في ناس اتصابوا وما حسوش بأي ألم خالص، لا حرقة ولا وجع ولا حتى إحساس إن الجسم مفتوح. واحد منهم اتصاب في عضلة الساق برصاصة صغيرة جدا وقال إنه محسش بأي حاجة، ويمكن ده علشان الساق ما فيهاش أعضاء حيوية. وده يخلينا نفكر الإصابة في الرأس بتكون عاملة إزاي.
الغريب إن في ناس نجت بعد ما اتصابت في الرأس، وفي بعض الحالات ما حسوش بألم رهيب زي ما الناس ممكن تتوقع. واحد بيحكي إن مراته ضربته بالغلط وهو نايم، والرصاصة دخلت دماغه من غير ما يحس أصلا. صحى من النوم بيشتكي من صداع رهيب، وطلب من مراته توديه المستشفى، وهناك الممرضة قالت له إنه مصاب برصاصة في دماغه. ساعتها بس فهم اللي حصل، ومراته هربت من المستشفى. وفي ناس تانية عندهم نفس القصة تقريبا. أكتر حاجة بيتفقوا عليها هي الصداع الشديد، بالإضافة لصوت رنة غريبة في ودانهم، صوت مستمر ومزعج جدا. بعضهم بيقول كأن في نحلة جوه ودانه أو جرس شغال في دماغه طول الوقت. الصوت بيبدأ بسيط وضعيف، وبعدها الصوت بيزيد وبيستمر من ساعات لأيام أو حتى أسابيع. مش بالضرورة الصوت يكون مؤلم، بس أكيد مزعج. لكن أكتر حاجة بتوجع في الموضوع ده كله مش الإصابة نفسها، دي مرحلة العلاج اللي بعدها. المصابين بينتقلوا على المستشفى وبيعملوا عمليات صعبة حسب مكان دخول الرصاصة، وكتير منهم بيقول إن العملية نفسها كانت أصعب من الإصابة. أسوأ حاجة في الموضوع مش الألم الجسدي، الألم النفسي. أغلب المصابين بيخرجوا من التجربة وعندهم اضطراب ما بعد الصدمة، بيتعبوا نفسيا، حتى الحاجات اللي ملهاش علاقة بالسلاح بقت بتفكرهم باللي حصل. في ناس كتير بيتحسنوا بالعلاج والمتابعة مع الدكاترة، لكن في ناس كتير بتعيش طول عمرها شايلة جواها التجربة دي.